بيلم ازاي؟ بياخد الصدر الابيض ده بيمشي في الارضيه يلم القش ويربطه بص وبتنزل بالمنظر ده. تنزل لوحدها ومش بتنزل بس هو يعني ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا شباب. دايما وابدا في موضوع كده نتكلم فيه ندردش فيه مع بعض. يعني دايما وابدا عندنا حوار بندردش فيه مع بعضنا وبنقول اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، ودائما بننسب الخير للقديم ومن فات قديمه تاه. دايما نقول زي ايام زمان والله يرحم ايام زمان. انا في الغيط دي غيط رز، مكان محصول الرز اللي يطلع من الرز ده قش الرز اللي هو ده. القش ده زمان كنا بنعمله، كان دخول المحصول كان صعب جدا. انا هنعمل قهوه واحنا بندردش، نحط القهوه كده على ايه، على البوتاجاز وندردش مع بعضينا. بقالنا اسبوع انا واصحابي وجيراني بنتكلم على زمان وايام زمان، وبنقعد نقول كان الحديد بكام. طبعا دلوقتي طن الحديد ب 41,000 جنيه. كان زمان طن الحديد بكام، ومتر الزلط بكام، ومتر الرمل بكام، والذهب بكام. وكنا قاعدين نتكلم وندردش على ايام زمان وعلى خير زمان، واحنا قاعدين ندردش بالشكل ده. جينا الارض والدي عمي، ده ارض عمي ودي ارض والدي. فالمكبس جه يكبس القش الرز عشان يروحوه البيت. بنولع بيه الفرن البلدي للناس اللي عارفه، واللي مش عارف يعرف احنا هنعمل بيه ايه. طبعا في ناس بتكبس القش ده تروح مزارع البهايم اللي في الصحراء، وناس بتشتريه تعمل بيه شغل وكده. فالمكبس ده دلوقتي بيكبس القش بالمنظر ده. هتشوفوا دلوقتي حالا اهو الجرار اهو وشغال بالمكبس ده. هوريكم طريقه الكبس القش البلدي ازاي واحنا بندردش مع بعضنا كده، ونعمل فنجان قهوه نشربوه. سبحان الله، كان زمان محصول الرز يدخل كنا بنضم الرز بالمنجل، وبنربط الرز تربيط بالايد، ونرجع نجيب جمال تشيل القش ده تروحه في ارض فاضيه جنب البيت جرن الرز، ونوقف الرز ونعمله بطريقه كده يطلع عليه الجرار يمشي عليه بالساعة والاتنين والتلاتة عشان ينزل الرز تحت، ويرجع تاني نفش حاجة نسميها نفشفش الرز، نوقفه ونوقفه تاني. دلوقتي بينزل الكومباين الارض يضم الرز في ثانية الا ثانية. عارفين ثانية الا ثانية يعني ايه؟ ثانية الا ثانية حرفيا. وياخد والمحصول يروح البيت في خلال يوم واحد بس. محصول الرز يكون في البيت. النهارده في ساعتين زمن الرز روح، وكلت منه كمان في خلال يوم ولا اتنين. وبعدين يجي الجرار ده يمسك البلت القش يربطها لك بالمنظر ده، يمشي يلم القش من الارض. ده القش اهو في الارض، يلمه ويعمله باله ويخليه بالمنظر ده. يجي احنا نحمله نروحوه البيت في خلال ساعة زمن، ساعتين زمن. بص، الفلاحة زمان كانت حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص. وضع مختلف شكلا وموضوعا. حرفيا الدنيا اختلفت، لكن في نفس الوقت اتقلت بركتها وتقل خيرها. بجد والله عمري دلوقتي ما كان زي زمان. كل زمان وليه وقته، كل وقت وليه أداة. دلوقتي صحيح كل حاجة بالمعدات وكل حاجة في ثانية، لكن كلنا بنحن لأيام زمان. افتكر لما كنت أمي بتاخد 10 جنيه تنزل السوق تجيب من كافة الأشياء. أنا هبطل الكلام وهطلع القهوة الأول عشان ما تبصش. اهي أيوان 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 زي الفل. تعالوا بقى نشرب القهوة دي سوا. بن الدكتور ده صراحة من أجمل البن اللي جالي في حياتي. جزاه الله خير اللي جابهولي بدون ذكر أسماء، من القاهرة. تحفة. إعلان أهوت لبن الدكتور. والله أنا معرفه. بس بطل ده.
ده طبعا معايا في كل حته، فانا جايبها معايا. شوف البن عامل ازاي. فبنقول اي الله يرحم ايام زمان. كان انا صابي بشقتي اللي انا متجوز فيها دي ب 5500 جنيه، من الالف للياء 5500. لكن دلوقتي الله اكبر، الفلوس ملهاش معنى ولا لها طعم. الله يعيننا على الحال. فدلوقتي القش روح البيت، الفلاح ما بيشتغلش ربع شغل، ولكن الله يرحم ايام زمان. خلونا مع بعض. فاصبح الفلاح النهارده دكتور. يركنها له على جنب عشان يعرف ياخد الخطوه اللي بعدها. طبعا ابو وردان صديق الفلاح. تعالى يا شيخ، تعالى اشرب. تعالى. الرز اهو، المفروض احنا نلمه زي كده ونروحه من غير تربيط. دلوقتي شوف التربيط عامل ازاي. سبحان الله، سبحان الله، وعلم الانسان ما لم يعلم. يعني العلم يعني يخدم البني ادم بطريقه سبحان الملك ما شاء الله. بعد التعب والبهدله، لكن برضه زي ما قلت لكم يعني الواحد مازال بيحن لايام زمان. صباح الفل ان شاء الله. ايه الله، ده انتوا عندكم برسيم كبير اهو ما شاء الله. سيد ايام زمان يا جماعه، سيد ايام زمان. خلاص بقى، الله يرحم زمان وايام زمان ما شاء الله. طبعا كده ده الطريق وانت مروح، كل حاجه لها جمالها وطبيعتها، فكرك بزمان دي ما شاء الله. مش طريقه خالص، مش مكانها خالص، خد بالك. بس تعمل ايه بقى؟ كنت انت اصلا في ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. كل حاجه لها متعتها، كل حاجه لها تعبها. شوف الغنم، الغنم بتاكل الرز مكان الضب. نعم. ايه هو مكان واطي كده يعني. ما هو دي ترعه، مش ما انتش ماشي على طريق اسفلت. انت ما انتش ماشي على طريق اسفلت هنا، لازم تلاقي كده ان شاء الله. في بيت اهوت في قلب الزراعه، وفي ناس قاعدين، فاحنا هنقفل عشان الناس.